وصلني تلغرف من البلد، قاموا الفجرية لقوا البهايم كلها متسطحة على الأرض وطلع روحي، والعزبة كلها منهوبة، البهايم كلها ماتت. ابنك جلال هو أغلى عيل عندك في أولادك، تذبحه بإيديك على باب الحديد. تتجرأ وتمد ايدك على ابويا يا رضوان الكلب؟ رضوان! جلال! رضوان ابني، عملت ايه يا جلال؟ جلال عمل اللي ما قدرش يمنع نفسه عنه بعد سنين العداوة، عمل اللي حتى أبوه ما قدرش يعمله. الواد اللي خيب ظنك يا بيومي خلاص ما عادش، ما خسرش الخناقة المرة دي، وكسب قدامك وقدام أهل حارة فتوح كلهم، رد كرامته بإيديه اللي سبقت تفكير الكل. نسخة بيومي بتخلص على نسخة بلال. جلال بإيديه وشياطينه قتل رضوان، مات رضوان. دفنت ابنك يا بلال، دفنت ضناك بإيدك. يا ترى هتعيش وتدفن مين تاني من بعده؟ يا ما قلت لك يا بلال اتقي شر بيوم اخوك، مش هيسيبنا في حالنا. شوف اللي خلصنا منه ويبعدوا عن طريقنا ويعملوا. ركبت دماغك ولا عملتش غير اللي يرضي غرور المعلم، اللي لابد يكسب اخوه في كل مرة. اتنين شيطانهم راكب دماغهم، بيتخانقوا كل يوم والتاني في الحارة، خناقة ورا خناقة، لا حد كسبان ولا حد خسران. بس اديك خسرت انت يا بلال، انت اللي خسرت المرة دي. كفاية يا سميحة، ارتاح انت دلوقتي وحق رضوان راجع. ارتاح بعد ما خدوا رضوان مني، ملحقش يا حبة عيني يشوف ابنه. حق ايه ده اللي يرجع، وايه اللي يرجع لضنايا؟ ملقوش غير رضوان يا بلال، ملقوش غير رضوان. اشمعنى رضوان؟ يا رضوان استنى يا ابني، ما تفوتنيش انا جيالة. رضوان يا رضوان، رضوان. يا سميحة، اسمع الكلام يا جلال، لابد تختفي عن العين اليومين دول. بلال مش هيسيبك أبدا، ده رضوان اللي راح. رضوان يا جلال، هتفضل هنا عند نعيمة، وبعد نص الليل هخرجك برا الحارة، هتلقى ابو كف والنمساوي في انتظارك، ياخدوك وياهم على الوقر بتاعنا في الجبل. اياه هتربط هناك ويا الرجالة. انا مش هسيبك يابا، رجلي على رجلك. انا مش خايف من بلال ورجالته، انا مش ههرب يابا. رضوان كان لابد يموت بعد ما رفع ايديه عليك، كان لابد يموت. اسمع كلام المعلم يا جلال، بلال لابد يخلص عليك، ده كل اللي بيدور في عقله اللحظة دي. وجودك دلوقتي ويا ابوك مش هيساعده، بالعكس. عين العقل يا نعيمة. ست نعيمة، معلم بيومي،
ما دريتوش باللي حصل؟ في ايه يا بت يا شربات؟ انطقي. الست سميحة مرات المعلم بلال تعيش انت. ما استحملتش سميحة، والمرض اللي صرعته سنين استسلمت قصاده ليلة موت رضوان، الواد اللي كان ليه النصيب الأكبر في قلب سميحة. أخد نصيبه وياه وراح، وخسارة بلال بقت خسارتين، ابنه ومراته. حارة فتوح حزينة على فراقهم، وفي نفس الوقت خايفة من اللي جاي. الموت زارها وأرضها اتراوت بدم الغدر بين ولاد العم، والانتقام ريح قوية تقلع بيوت الحارة من مكانها. استرها يا رب على الحارة وأهلها. أمي وأخويا يا ليلى، أمي وأخويا في يوم واحد، كل ده بسبب جلال أخوكي. انا مش قادرة استوعب اللي جلال عمله. استحالة جلال يبقى اخويا من تاني من بعد اللي حصل ده. اوعى تسيبني يا نبيل، بلاش تحملني نتيجة افعالهم. انا ماليش ذنب في اللي حصل، عشان خاطري ما تفوتنيش، ده انا ماليش غيرك. أنا ما أقدرش أبعد عنك يا ليلى، وعارف كويس إنك مختلفة عنهم ومش ذنبك أبدا. علشان كده أنا جاي أقولك إن أنا كمان ما عدتش قادر أعيش وياهم. أبويا مش هيسكت، بكرة يقتل جلال لاجل ينتقم، وبعد أبوك يدور على انتقامه. ويا عالم يا عالم يكون مين فينا بعد رضوان. وأنا مش هعيش بين الدم ده يا ليلى، ولا انت كمان. علشان كده أنا جاي أطلب منك النهاردة إنك تيجي معايا يا ليلى. تعالي معايا ونبعد عن كل ده، نبقى زي ما تمنينا طول الوقت. معايا يا ليلى؟ وانا معاك يا سنابيل اللي فين ما تروح، معاك للأبد. قوم بينا يا جلال، ابو كف والنمساوي لازم وصلوا دلوقتي ومستنظرنا. بيتا شربات، الطريق امان؟ امان يا معلم، عملت زي ما قلت لي تمام. الناصية اليمة دي فاضية واليمة دي فاضية، مفيش حد ابدا في الشارع. حارة فتوح كلها نايمة الساعة دي. كده طبعا اذنك يا نعيمة، وتشكري يا بنت الاصول على وقفتك ويانا. بينا يا جلال، جمد قلبك هات، وانا مش هسيبك. ابو كف والنمساوي وياك زي ضلك في المطروح. كم يوم الامور تهدى واشوف صرفة في اللي ورا باب الحديد، ونشق ارض الله الواسعة، ونغور من وش المعلم ومن حارة فتوح باللي فيها. بينا يا جلال. يا معلم بيومي، يا معلم بيومي. الله واحد، انت اللي نزلك من الجبل السعادة برهوم، وملك كده ده اللي حصل. اللي حصل ما يسرش يا معلم. هجموا علينا في وكر الجبل، بلال ويا رجالته خلصوا على الكل وحرقوا المكان. ابو كف والنمساوي كانوا يا دوب لسه متحركين لك ليوصلوا الحارة وياخدوا جلال وياهم، لكن لحقوهم قبل ما يخرجوا من طريق الجبل وخلصوا عليهم يا معلم. انت بتقول ايه يا زي ما سمعت كده يا معلم، خلصوا على الكل وانا نفدت بعقوبة، وفي طريقهم دلوقتي للحارة وزمانهم على وصول. شفت يابا؟ عاوز توديني هناك، عاوز تبعتني ليهم، كان زماني جيت متلقاحة في الجبل. انا مش هتحرك من جنبك يا معلم، انا مش عاوز اموت يابا، مش عاوز اموت. اكتماد، ما تنوحش زي الحريم، اخصى على الرجالة. خده في ايدك يا برهوم، وانزل خد معاك كل الرجالة اللي تحت في الخمارة، اطلعوا على البيت، فتحوا عينيكوا كويس. وانت يا جلال ما تقعدش وياهم في البدروم، اطلع فوق لاخواتك خليك وياهم وانا هحصلك. اتحرك يا برهوم. واجب يا معلم. وانت يا نعيمة اقفل الخمارة الكام يوم دول، ما تنزليش الحارة ابدا. ما تخافش عليا يا معلم، خلاص الخمارة كانت آخر ليلة تفتح فيها بابها للي ما يقدرهاش وتهون عليه. ما عادش خلاص يا معلم. معناته ايه كلامك ده يا نعيمة؟ معناته اني هفوت لك الحارة وامشي يا بيومي،
للمرة التانية، بس المرة دي ملهاش راجعة، زي السكة اللي انت ماشي فيها دلوقتي ملهاش راجعة. خطويك غارزة في الدم. بلال مش هيسكت، دفن ابنه من بعد مراته، ونفس الليلة دفن أبو كف والنمساوي، والحفرة اتسع أكتر وأكتر، وأنا ما بقيتش حتى عايزة أحضر دفنتك. أنا اللي هسيبك المرة دي، هسيبك لأجل تموت لوحدك. بتتمني لي الموت يا نعيمة؟ انت اللي بتتمناه لروحك وفاتح له دراعاتك ومرحب بيه زي ما بتقول، إنما أنا هعيش ومش هفتكرك يا بيومي، لأجل ما افتكر وياك سنين عمري اللي ضاعت. بالسلامة. خد الباب في ايدك وانت خارج. صحيح الكلام ده يا ست نعيمة؟ الخمارة هتتقفل ونفوت الحارة؟ ايوه يا شربات، خلاص لمي حاجتنا قبل طلوع النهار، ملناش قاعدة في حارة فتوح من تاني، ولا عايزة اشوف ولا اسمع سيرة عن عيلة العربي. اللي تشوفيه يا ستي من نبي ومن نبى النبي ما تعملي أبدا كده في روحي، هتقفي على رجلك من تاني وتلاقي اللي يستاهل قلبك يا نعيمة. يا بنت انت ذكية، ينتقم منه قادر يا كريم، الرجالة كلها صنف واطي. بس يا حبيبتي بس، يا سلام على الحب يا ناس، جاتنا نيلة في حظنا الهباب وبختنا المايل. يعني ايه يا زقزوق؟ ازاي ما رجعتش الوقت ده؟ راحت فين؟ مين دي اللي ما رجعتش يا جلال؟ الحق يابا، البت ليلى خرجت من طلوع النهار ولا رجعت لغايه دلوقتي. ناوي على ايه يا بلال؟ رايح فين يابا؟ خدني معاك. متحركش من هنا. خرجوا الجتت من العربية ولقحوها على الناصية، لاجل حارة فتوح تصحى على منظرهم وتتفرج على رجالة بيومي وانا بخلص عليهم واحد ورا التاني. الله، المعلم بيومي، ايه اللي نزلك السعادة يا راجل؟ لابد جاي تعزي اخوك في ابنه ومراته اللي قتلهم ابنك، بس متأخر قوي يا معلم، كان أصول برضه أشوفك في القرافة، بس معلش بكرة أشوفك وانت طالع على أبو كف والنمساوي وعلى كل راجل من رجالتك. عقبال عيالك كده أخويا، أما أشوفك طالع على جلال قريب، أصل أنا ناوي أختم بيه. طرك معايا أنا يا بلال، لا هو مع جلال ولا هو مع ليلى. الله، وايه اللي جاب ليلى في الكلام؟ مالها ليلى كفل الشر؟ ليلى فين يا بلال؟ كده وضحت الرؤية. اصل الواد نبيل ابني خرج من طلعة النهار ولا رجع لحد دلوقتي، وانا بيني وبينك كده كنت حاسس اصل واد براوي عمري ما وثقت فيه من بعد قلبه ما ملبتك، والظاهر كده العشاق عملوها وهربوا ويا بعض. يلا في 60 داهية، اللي يفوتني بمزاجه ما يلزمنيش، انما اللي فاتني غصب حقه يرجع. مش جلال اللي لازم يموت يا والدي، دكتور كمال. زقزوق هو اللي لازم يموت. زقزوق؟ قول لهم يا شيخ سالم على اللي شفته. غريب الكلام، وايه اللي دخل زقزوق بس في الكلام؟ الظاهر كده عيلة العربي ما فيهاش حد سالم. يا ترى شفت ايه يا سالم؟ تحكيهولنا في الحلقة الجاية يا عالم. لحد هنا انتهت زيارتكم، لكن حكايتنا لسه ما انتهتش. عرفونا لو عجبتكم الزيارة، لو ناويين تكرروها اشتركوا معانا، دوسوا على الجرس واستنوا الزيارة الجاية.